عمرك حسيت انك بتحاول وبتتعب وفي الاخر بتلاقي نفسك تايه؟ مش لانك فاشل ومش لانك غبي، لكن بس عشان مش عندك نظام. النجاح مش محتاج عبقرية، النجاح محتاج ترتيب بسيط يتكرر كل يوم. انا محمد اسماعيل، وده مش فيديو نصايح سريعة، ده فيديو عن تجربة انا شخصيا مريت بيها. فترات كتير في حياتي كنت بصحى متحمس، بفتح اللابتوب بدون افكار، بعمل جدول اليوم، واول ما يبدا الشغل بضيع. وبعد كذا يوم بنفس الشكل بدات احس ان تايه، مفيش انجاز، مفيش نتائج، بس في تعب. لحد ما فهمت ان مش محتاج شغف دايم ولا وقت مثالي، انا محتاج نظام بسيط التزم بيه كل يوم. وده اللي هتكلم عنه في الفيديو النهارده. اول حاجه، ليه الفوضى بتستهلكك وتخليك تحس انك تايه؟ تاني حاجه، خطوات عمليه تنظم بيها يومك من بكره ان شاء الله. تالت حاجه، اخطر 3 عادات بتخرب حياتك وانت فاكرها عاديه. اول حاجه، احنا ليه فوضويين؟ اللي محدش بيقوله لينا في المدرسه او البيت هو ازاي بتدير حياتك. احنا بنتعلم في المدرسه تاريخ العلوم، بس ما بنتعلمش ازاي نخطط لاسبوع قدام، او ننظم وقتنا، او نكتب اهداف واقعيه. بنصحى نمسك الموبايل ونتوه وسط الاشعارات الكتير، ولما الليل يجي تحس انك ما عملتش اي حاجه. وده بيكرر الحلقه، تحس بالذنب وبتجلد نفسك وتدخل في دوامه فوضى تانية. وده اللي بيخلي ناس كتير تفكر ان النظام ممل، لكن الحقيقه مختلفه تماما. النظام ما هو الا تكرار مفيد، مش جدول يخنقك. في فكره غلط منتشره ان النظام يعني تلتزم بجدول حديدي، بس الحقيقه ان النظام روتين بسيط بيتكرر كل يوم. يعني مثلا تفطر في نفس الميعاد، تبدا يومك بجمله تحفيزيه: انا هنجز 3 حاجات النهارده، انا هنجز حاجه واحده النهارده. تنظم مكتبك، موبايلك، دماغك. نيجي على الخطوات العمليه اللي المفروض تبدا بيها يومك. اول حاجه، اكتب 3 حاجات بس عايز تنجزهم في اليوم، وقسم المهام دي لسهل ومتوسط وصعب. واول ساعه من يومك تكون بعيد عن السوشيال ميديا تمام. يعني مثلا انا كنت ببدا يومي بفتح اليوتيوب واضيع في الشورتس، لكن لما قررت اول 60 دقيقه اخليهم للشغل بس، انجزت انجاز كبير. ودلوقتي هقول لك 3 عادات بتخرب حياتك وانت مش واخد بالك. اولهم التسويف. بتلاقي نفسك بتعمل قائمه مهام كبيره جدا بس ما بتبداش، او تدور على افضل تطبيق انتاجيه وما بتبداش برضه. تاني حاجه، الافراط في التشتت. تفتح فيديو مفيد تلاقي اعلان بعده ريل بعده اشعار. تالت حاجه، جلد الذات بعد كل خطأ انت بتعمله. بتقول لنفسك انا كسلان، مش بنفع، مش ملتزم. بس اللي انت محتاجه ترجع تكمل، مش تعاقب نفسك. بص، الحياة مش خط مستقيم، لكن النظام هو اللي بيخليك تكمل. الناس اللي نجحت وبتنجح مش اذكى منك خالص، بس كان عندهم نظام صغير قرروه. يعني انت مثلا ابدأ بنظام بسيط جدا والتزم بيه شهر واحد بس. انا محمد اسماعيل، وقررت اوصل ل1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة، مش بالحظ ولا بالموهبة بس، لكن بالتنظيم والاستمرارية. لو لسه بتدور على نقطة انطلاقة، خلي دي هي اللحظة الوحيدة. اكتب لي في التعليقات ايه اول حاجة هتنظمها من يومك من بكرة، ولو استفدت من الفيديو شاركه مع حد نفسك يشوفه، واشترك دلوقتي لان كل يوم في طريقة لنسخة اقوى مننا ان شاء الله.